الحكماء لازمة رجعت من جديد للرجاء دون إغفال المغرب الفاسي. قلنا قدوة ومثال في التدبير والتسيير، ولكن هناك مشكل بالنسبة لي خطير ومريب. طبيعة الحال قبل ما نبدا كالعادة لازم عليا ومن المفروض نشكر كل الأصدقاء على التعاليق ديالكم الرائعة، لكم مني كل الاحترام، وخاصة عدد كبير منهم اللي كيبقاو معايا حتى الدقيقة الأخيرة وكيخليو لي تعليق من داكشي اللي قلت، فشكرا للجميع. طبعا الحال غنبدا في البدايه بالمغرب الفاسي واشنو واقع، وندوز للرجاء. المغرب الفاسي اكثر من مره وقلتها هنا، قلت ودي راه هذا الفريق على مستوى التدبير والتسيير نموذج، وخصنا اننا نتبعوا الطريقه اللي كيشتغل بها هذا الفريق هذا. وبامانه انه المستوى التدبيري ولا التسيير ديال الشركه والجمعيه مستوى عالي. فين كاين الاشكال هو انه في بعض الاحيان ملي كتعطي للناس انهم يتكلفوا بشيء معين، فاذا بما كيكملوش وما كيبقاوش غاديين على نفس الطريق. غنتكلم على الواقع اللي وقع ديال اكرم روماني، وكيفاش مشى اكرم روماني وشنو وقع في الحصه التدريبيه، لانه جاو في اخر المطاف الحصه الغات. ضيف الى ذلك انه اش وقع في وقت سابق بينه وبين اللاعبين دون اغفال الدور ديال المدير الرياضي في هذا الامر هذا. حاولت نتصل من هنا ومن هنا باش ناخذ المعطيات، وبامانه ما قدرتش وما نجحتش انني نتواصل مع هاد الناس المعنيين، ولكن من طرف اخرين اللي في الفريق فعرفت بزاف ديال المعطيات. اولا على مستوى الشركه والجمعيه الناس خدامه ودايره الدور ديالها كما ينبغي، وما باغاش تدخل في ما هو تقني. كتقول لك انا الدور ديالي كنمشي كنقلب على الموارد الماليه، كنخلص اللعابه في الوقت مقاد شغلي، ما تدويش معايا. داكشي دور المدير الرياضي المدرب، وكل واحد يقابل الخدمه ديالو. قلت لان هاد الناس هذوك دايرين الخدمه ديالهم، ولكن على مستوى المدير الرياضي. وهنا كنتكلم على السي طارق شهاب واكرم روماني. اكرم روماني اللي يمكن نقول انه شي حاجه بانت له ماشي هي ديك في احدى المباريات، يمكن انه تقلق على بعض اللعابه، وهنا فين خطا اكرم روماني. انا كنقول انه المدرب لما كيشوف شي لاعب انه ما عطاش مزيان ولا ما كانش في نهاره ولا كذا ولا غاب ولا اي حاجه دارها ماشي هي ديك، فكياخذ قرار. وهذاك القرار شنو كيكون؟ يا اما انه كيهبط اللاعب للامل، يا اما انه ما كيكونفوكيش، يا اما انه ما كيلعبوش. وهنا لانه هو المسؤول الاول والاخير. ثانيا انه ملي كيولي اللاعب كيجي عند المدرب وكيقولوا حنا اللي درناك، حنا اللي وصلناك، حنا اللي درنا، فاكبر خطا كاين في المنظومه الكرويه هو هذا، لانه كيقلل الاحترام ما بين المدرب واللاعبين. وملي كيتكلم شي واحد بهذه اللغه ديال حنا درناك، حنا فعلنا، حنا تركنا، فهنا كنقول هذه تساوي النقابه. النقابه كيفاش؟ الله اعلم. فكنقول بان يمكن حتى شي واحد انه الى عاون شي واحد ولا دار دوره اللي هو من المفروض عليه، غيوقف غدا يقول لي لا دخلني ولا لعبني ولا ديرني ولا صيفطني ولا لقى لي، لانه حقا واحد النهار وقفت معك. هذا العبث. ضيف الى ذلك انه على مستوى المدير الرياضي، المدير الرياضي اكبر خطا دار كذلك، وانه كان من الافضل انه في البدايه هو اللي يعرف اشنو واقع. وهنا تحاولت نتواصل مع شهاب باش نعرف واش فعلا الرحله اللي مشى بها الفريق الى مدينه الجديده شنو وقع في الفندق، ونوعيه الفندق اللي مشى ليه الفريق، وعلاش اللاعبين ما بغاوش تما يكملوا، ومجموعه من المعطيات اللي انا عندي. فكنقول بانه هذا الشيء كامل الناس المسؤولين ديال الماس دايرين الدور ديالهم. اللي كتجي للمدير الرياضي ولا كتجي لاحد المسؤولين ديال الماس كتلقاه قال اللاعبين والتقنيين والناس اللي معاه ما تدويوش، ما تقولوا حتى واحد شي حاجه. ايوا وانت السي العالم انت ما تدويش، هما ما يدويوش، شكون اللي غيعطي الحقيقه للجمهور؟ غتبقى الاشاعه كتروج من هنا ومن هنا، وانت هو المسؤول الاول والاخير، وانت اللي خصك تمشي من بلاصتك لانك ما قدرتيش. هذا هو الحقيقه والواقع. لان ملي كتخرج الاشاعه انت اول واحد خاصك تخرج وتاكدها ولا تنفيها. انت اول واحد مسؤول اللي دايرين فيك الناس هذوك الناس الثقه، وخاصك تخرج تكون قدها، ماشي انه كاين مشكل تعالوا ما ندويو حتى مع واحد. هذا خطا. ضيف الى ذلك والحاجه اللي كنخشى ولا كنخاف على المغرب الفاسي انهم يمشيو فيها، وهذه القضيه ديال لي كلون اللعابه وكذلك بعض التقنيين وكذا، كل واحد مع واحد، وهذا اكبر خطا، وممكن انه هو اللي كيهدم عدد من الفرق. فإلا مشاو في هذا التوجه هذا فسيكون الامر صعب، والمستقبل سيكون كذلك اصعب. دون اغفال انه الطريقه ديال الانفصال ديال فريق المغرب الفاسي مع اكرم روماني، فكنقول انه اكرم روماني خدا قرارات اللي غتحسب عليه مستقبلا، ويمكن انه وقف المسار ديالو التدريبي مبكرا، علما بان الان فالسوق الليبيه مازال مفتوحه، وما احوجنا المدربين اللي تكون عندهم كاريزما وشخصيه، وايضا ان تكون عندهم قرارات اللي قادين بها ويبقاو فيها حتى الاخر. تخلي فريق المغرب الفاسي اللي غنرجعوا ليه مستقبلا على التفاصيل وعلى المستجدات اللي غتجي، وغنجي نتكلم على الرجاء
الرياضي، لانه الحكماء مره اخرى هذه اللازمه كتدار. وكان اجتماع ما بين مهيديه اللي هو والي مدينه الدار البيضاء، واللي طبعا مع بعض الحكماء ديال الرجاء الرياضي باش يحاول يعرف منهم اشنو خاص فريق الرجاء الرياضي. وهذه القضيه هذه بادره مهمه وبادره تستحق التنويه، لان الرجاء الرياضي الان مقبل على انه نهايه الموسم يكون جمع عام، وتما غنعرفوا مكتب جديد للرجاء الرياضي او رئيس جديد. وهاد الناس الحكماء اللي عارفين الخبايا والكواليس وشنو خاص الرجاء، فكل واحد قال المقترح ديالو. ولما سالوهم كذلك حتى واش كاين شي واحد اللي يقدر يرجع ولا كذا، فكان الجواب ديالهم هو لا، لانه حتى عامل السن كيلعب الدور ديالو. ضيف الى ذلك ان هذا الشيء كاين اللي قال بانه وفينا المكتب الحالي علاش ما كاينش، اللي كانوا هما الحكماء الناس اللي عارفين خبايا الفريق. ضيف الى ذلك ان المبادره اللي دارها السميديه فممكن يدير مع اي فريق لما كيكون ما هوش في المستوى ديالو، اللي طبعا تحت لواء مدينه الدار البيضاء، وهذا هو العادي. ولكن اللي غنجي نتكلم على المكتب الحالي، المكتب الحالي اصلا دابا راه ما كيتواصل، ما كيدوي ما والو، مكتب ما عندوش مع التواصل بتاتا، مكتب ما كتعرف حتى اشنو غادي التوجه ديالو. وهنا كنطرح سؤال، واش هذا المكتب الا انه اللي غادا معاه الكره ومبقات غادا معاه الكره، واش نهايه الموسم عنده ما يكفي انه يجي ويقول لك انا باغي نكمل انني نسير في الرجاء؟ واش عندهم شي مشروع اللي واضح المعالم؟ واش كيدافعوا على افكارهم؟ الله اعلى واعلم. نتوما خليوا لي رايكم في التعاليق، شنو بان لكم في هذه القضيه ديال غياب المكتب ديال الرجاء، مع انه كاين النتائج كلشي تخبى، ما بقى حتى واحد كيهضر، والسكات والسقيل. نهار غتكون هزيمه كلشي غيخرج يدوي، وتقدر حتى هما يخرجوا يقول لك اودي راه مستقبلا قريب نمشيو في حالنا. وكنقول دائما انه سبحان الله الفرق الوطنيه ديما عندهم هذا المشكل ديال التواصل، وكانهم هذيك المعلومه شي حاجه مخبين على الناس، ورا الناس كتخبيها الفشل. اما النجاح راه النهار اللي كتنجحوا كلكم كتخرجوا تطبلوا، كتلقاكم دايزين في كاع المنابر الاعلاميه، وهذا اكبر مشكل ديالكم، لان نهار كتخباو كنعرفوكم راكم فاشلين. فكنظن هذه الامور راه ولات. وشوفوا المنصات ديال الفرق الكبرى ملي كنتكلم على غير على الاهلي، كتلقى الناس كتواصل مع الجمهور ديالها كل ساعه، كتعطيهم مستجدات، كتعطيهم بلاغات، كتعطيهم رسائل اللي باينه. الجمهور عارف اش كاين في فرقته. حنا لا، حنا الا ربحوا الفراقي ما بقى يدوي معك حتى واحد. الرجاء كانت على مستوى ان البلاغات كتلقى كل شيء كاين. دابا راه كاع اللعابه تقريبا تباعوا، حتى واحد ما عطاوك عليه فين مشاو بشحال مشاو كيفاش مشى. علاش؟ حيت الفريق ناجح ولا الفريق حقق نتيجه ايجابيه. نهار تكون ما هو سلبي يبقاو يكتبوا عليهم في فيسبوك، تيكتبوا لك بلاغ نشكروا اللاعب الفلاني لانه خلاه وعطاه وكذا وشكرا له. للاسف مشكل التواصل كبير عندنا في البطوله الوطنيه، وماشي في البطوله حتى في العصبه الوطنيه الاحترافيه لكره القدم، دون اغفال انه التواصل راه فن، وراه الناس خاصها تعرف بانه هذاك التواصل كيحيد لكم ديك الاشاعه وكيخلي المعلومه واضحه للجمهور، وكتولي الحقيقه هي السائده. اما بصمتكم فكتزيدوا غير انكم راه غاديين غير في الفشل.